هل ابنك بيحكي لك كل حاجة والّا بيخبّي منك لكل أب ولكل أم؟ السؤال ده أهم مقياس لعلاقتك بابنك. لمّا ابنك يغلط، أول حد يفكّر يروح له أنت والّا أول حد يحاول يبعد عنه أنت؟ الحقيقة الطفل ما بيخبّيش علشان وِحِش، الطفل بيخبّي علشان خايف، خايف من باباه أو مامته، خايف من رَد فعلك أنت كأب أو أم، خايف من عصبيتك أنت، أو حضرتك خايف من العقاب قبل ما يتفهم أصلًا. فالنتيجة علاقة فيها فجوة بين الأبناء والآباء، فجوة كبيرة. طفل هتلاقيه طالع عايش لوحده بمشاكله، وهتلاقي أب أو أم فاكرين إن كل حاجة تمام. فحضرتك خُد بالك من العلامات. أول علامة هتلاقي ابنك أو بنتك بيخبّي موبايله منك، تاني علامة بيرُد بإجابات مختصرة، تالت علامة دايمًا بيقول لك ما فيش حاجة. دي مش راحة، دي مسافة بتكبر بينك وبين أولادك. حضرتك تعمل إيه؟ 4 حاجات لازم تعملهم. أولهم اسمع من غير ما تقاطع، تاني حاجة ما تهاجمش أول ما يغلط، تالت حاجة خلّيه يحس إنك أمان مش تهديد، رابع حاجة احكِ له عن نفسك علشان يتطمن ويحكي لك. افتكر ابنك لو حاسس بالأمان هييجي لك حتى لو هو غلطان، لكن لو خايف منك هيبعد. حتى لو بيحبك اختار تكون إيه في حياته، مأوى والّا عبء؟